الرحيم. أصحاب برج العذراء نقول بسم الله توكلنا على الله تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بصي بقى يا برج العذراء، احنا نرجع هنا عند ايد الفنجان. انت في حاجة مستنيها يا برج العذراء، في حاجة انت مستنيها ان هي تجيك، او في حاجة مستنيها ان انت تسمع خبر عن حاجة معينة شغلة بالك بقالها فترة طويلة، او انت مستني رسالة، او مستني مكالمة، او مستني شخص، او مستني اوراق تخلص ليك، او مستني سفر يخلص معاك، متعطل شوية يعني مستنيه يخلص معاك. في حاجة انت مستنيها، وبص يعني ولا على حامي ولا على بارد، كل تفكيرك في الحاجة دي ازاي تجيلك وامتى تجيلك ونفسك تجيلك، وحاسس ان هي لو جاتلك روحك هتترد ليك. عامة الحاجة اللي انت في طاقة انتظار ليها بإذن الله ومستنيها هتجيلك على خير بإذن الله، ماشي؟ بس ده ما يمنعش ان انت برضو حاسس بالظلم. انت انظلمت في شيء يا برج العذراء، انت انظلمت في شيء، في حاجة يعني جت عليك جامد قوي، او شخص جه عليك جامد قوي، او اشخاص عامة يا برج العذراء جم عليك جامد قوي الفترة اللي فاتت. ممكن تكون برضو يعني يا برج العذراء يعني انظلمت في علاقة، انظلمت يعني في حاجة، يعني حد اتهمك في شيء، ايا كان كل اللي جايلني في فنجان النهارده، اللي جايين في فنجان النهارده طاقات منكم كلكم مظلومين، بس الظلم مختلف، الظلم مختلف. عندك بإذن الله أكيد سفرية، السفر يعني شوية فاضله، يعني شوية الطريق يتفتح لك بإذن الله على خير، وممكن يكون يعني بيعزلك شوية معاك، وعندك ولود حرام بيوقفوا لك السفر على فكرة في الطريق واقفل لك، بس ده ما يمنعش ان انت السفر هيكون من نصيبك غصب عن اي حد، ماشي؟ بص بقى يا برج العذراء، في علاقة موتراك بمعنى موتراك، انت متوتر قوي، والعلاقة دي يعني انا مش عارفة مظاهر لي قوي بصراحة انت فيها لسه، ولا انت سبتها بعدت عن الشخص ده، ولا الشخص ده هو اللي بعد عنك، ولا الشخص ده علاقتك بيه اون اوف، هو اللي بيقرب بمزاجه وبيبعد بمزاجه. في علاقة عامة انت ممكن يعني ايه الشخص ده بعيد عنك بس انت بتفكر فيها، فظاهر لي ان انت ما زلت فيها، بمعنى اصح العلاقة دي ما لهاش مصير واضح ليك، يعني انت مش عارف انت مكمل فيها ولا مش مكمل فيها العلاقة دي، الشخص اللي معاك مش مريحك في العلاقة دي، يعني ده المعنى الاصح، يعني اللي فكر الرموز دي احسن يعني. ف اي نعم انت بتفكر في الشخص ده كتير ومستنين ان هو يجيلك او ياخد خطوة معاك او يرجع ليك او العلاقة تنصلح، وفي تخاطر جامد، بس الشخص ده انا مش عارفة ليه هو بارد والله العظيم، مش عايز ياخد خطوة. انا مش عارفة هو ايه اللي منعه بالظبط عنده، ممكن يكون هو منع حد من أهله، أو منعه ظروف هو فيها يعني حاجة هو واقع فيها، مشكلة هو واقع فيها، أو واقع في ماديات، واقع في شغل، معرفش إيه حكايته، بس هو في حاجة موقفاه، في حاجة مخلياه يعني مش عايز ياخد الخطوة أو مش عارف ياخد الخطوة. وعلى فكرة عايزة أقولك على حاجة، يعني ممكن يكون طاقة سحر، طبعا ممكن يكون طاقة سحر. بص حرر نفسك من العلاقة دي يا برج العذراء، مش عارفة ليه بقولك كده، بس هو ده احساسي ناحية العلاقة دي هتفضل انت متعلق فيها كده، ولا منك طايل السما ولا منك طايل الارض، هترقص مع الشخص ده كده على السلالم، معرفش بقولك ايه، بس ده مثلا عندنا في مصر. لا ما حدش يقول لي الصوت بيقطع، بالله عليكم الصوت بيقطع قولولي ايه
الطريق بيقطع، الصوت بيقطع. طب ازاي يا اسير بيقطع؟ مرات بيقطع. طب كده انا بظبط لكم المايك اهو. طب نكمل بقى بالله عليكم بقى، لو في حاجة تانية قولوا لي برضو. بيقطع؟ زين ماشي. طيب نكمل يا جماعة. على العموم العلاقة دي يعني نصيحة مني في الأول وفي الآخر، هي المواضيع الخاصة دي راجعة ليكم انتم، والقرار راجع ليكم انتم، بس نصيحة مني العلاقة دي لازم تحرروا نفسكم منها. خلاص. بصوا بقى، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس انت عندك فيه زعل، وعندك فيه زي ايه، هموم كتير انت محطوط فيها. او انت بص، انت مش هموم، انت كل ما تطلع من هم تلاقي نفسك دخلت في هم جديد، كل ما تطلع من مشكلة تلاقي نفسك دخلت في مشكلة تانية، كل ما يكون عندك استشفاء من تعب تلاقي نفسك دخلت في تعب صحي تاني. فانت حاسس ان الدنيا كلها فوق دماغك، او حاسس ان الدنيا كلها خربانة معاك الفترة دي، وحياتك مش مظبوطة معاك، حياتك مش ماشية معاك زي ما انت عايز يا برج العذراء. بص يا برج العذراء، اقسم بالله العظيم كل اللي انت فيه ده، شايف؟ بص مش عارفه، انا هجيب لك الاضاءه عندي معرفش مالها. شايف كل اللي انت فيه طاقه سلبيه وعيون عليك وحسد جامد 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 جامد، والناس اللي بتحسدك دي بيحسدوك اونطه، فاكرينك ان انت انسان ياما هنا وياما هناك، وان انت اللي ملك الكون، وان انت سلطان زمانك، وان انت اللي عندك مش عند حد، وانت ما يعلم بك الا ربنا من كل شيء، ولا عندك استقرار في شغلك، ولا عندك استقرار في مادياتك، ولا عندك استقرار في حياتك العاطفية، ولا عندك استقرار حتى بصي مع اهلك، وامورك كلها متلخبطه، وامورك كلها بقالها فتره بتحاول ان انت تعدل فيها، وبتحاول ان انت تظبط فيها، وكل شويه تلاقي نفسك دخلت في حوار ودخلت في مشكله، وكل شويه تلاقي الناس بتظهر على حياتها ليك، الناس اللي انت كنت بتثق فيها خلاص ما بقاش في حد بتثق فيه دلوقتي حواليك، فانت مش عارف تلاقيها منين ولا منين. بس هي الناس برضو ارجع واقول واقسم بالله العظيم انت واخد العين على الفاضي، الناس واخده صوره عنك ان انت بص زي ما بقول لك كده، انت ياما هنا وياما هناك. ليه؟ بسبب ان انت كل ده بالنسبه لهم يعني بالصوره دي هم واخدينها. ليه؟ بسبب ان انت شخص في عزله مع نفسك، كل ده عشان انت ما بتتكلمش عن نفسك، عشان انت ما بتقولش اللي انت عايش فيه والمرار اللي انت طافحه، عشان انت ما بتتكلمش عن حياتك، عشان انت بتصدر الصوره الكويسه، عشان بتصدر الابتسامه الكويسه، عشان انت ما بتحبش تشكي همك لحد يا برج العذراء. فالناس بقى ايه بتعمل سيناريو ليك كده على مزاجها. والله بيعملوا لك كده ايه فيلم كده ولا مسلسل ويحطوك فيه بقى. لا ده بقى ده عنده، ده شايل، ده عامل، ده مسوي، ده ربنا مديله، عشان كده بيكبر علينا، عشان كده بيتغر علينا، عشان كده ما بيكلمناش، عشان كده ما بيعبرناش، عشان كده ما بيسألش، عشان كده وعشان كده وعشان كده وعشان كده. وانت كل اللي انت فيه بس ان انت بخلي بالك شوية من شكلك ومن مظهرك. لا هم الناس كمان يعني اقول ايه، بس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يعني عايزينك يشوفوك كمان متبهدل، يعني لازم يسمعوا عنك ولازم يشوفوك متبهدل عشان خاطر يصدقوا، يعني بمعنى اصح. والله يا برج العذراء، والله زي ما بقول لك كده، الناس بتعمل سيناريو لحياتك وليك على كيفها وعلى مزاجها، وبيتكلموا بقى عليك كتير 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 والله، وانت ما يعلم بك الا ربنا، يعني لا حول بك ولا قوه. بس الناس دي يعني هي مش سالكه، ناس حقوده، ناس غيورة، ناس غلوية، فعندك أعداء كتير بمعنى أصح.
والله عندك اعداء كتير 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 يا برج العذراء. برج العذراء والله يعني بصوا انتم عندكم فرحة ارتباط، اكيد اكيد انتم عندكم خاتم ارتباط لناس كتير منكم، زائد ان يعني في ناس اساسا بتجهز نفسها او في اتفاقات عندها تخص خطوبة باذن الله هتتم معاكم على خير. في كمان ناس مخطوبة اساسا على فكرة فبتجهز لدخلة لجواز باذن الله فهيتم معاكم على خير. في ترسيم في علاقة انت فيها فبإذن الله هتفرحوا كلكم يا ولاد، والله العظيم والله هتفرحوا كلكم ولاد او بنات، يعني هتفرحوا بإذن الله. في فرحة عندكم حلوة قوي قوي قوي. فربنا بس يبعد عنك الحسات والناس الحقودة والناس الغلوية والناس اللي يعني اقول لك ايه، والله ما عارفه اقول لك ايه يا برج العذراء، بس اللي انا شايفاه لك كتير قوي 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 بصراحه. يعني اللي انا شايفاه لك ده يهد جبال. فلو انت واقف على رجليك يعني واقف على رجليك بستر ربنا، بستر ربنا بس، مش اكتر من حاجه تانية. يعني ربنا هو اللي صدرك وهو اللي سندك والله في حياتك. في عندك مشاكل يا برج العذراء اكيد، دي من ضمن الحاجات اللي ظاهره لي. يعني المشاكل دي اللي عندك على فكره انا شايفاك على العموم انت مش مستسلم ليها، لا انت بتدور ليها على حل على فكره. يعني انا شايفاك انت لو بتفكر كتير الفتره دي في مشاكل كده معينه عندك لان انت بتدور لها على حل. شايفه ان انت عندك نصره في قلب قضيه باذن الله، لو ليك فلوس عند حد هتاخدها على خير. بص انت كمان مش ليك فلوس، انت ممكن يكون ليك ورث كمان وحقوق، ممكن انتم ليكم، لا ليكم والله انتم عليكم ديون كمان على فكرة، الدين بتاعكم هيتسد او يمكن سددوه كمان. والله بصوا والله اموركم كلها بخير، والله اموركم زي ما قلت لكم ربنا مساندكم واقف معاكم وربنا محوطكم والله بحمى كده الهيه من عنده لوحده. في بشره حمله عندكم باذن الله لناس كتير منكم. في كمان عايزه اقول لك على حاجه، انت في شخص طالب منه مساعده او طالب منه مسانده في شيء او خدمه في شيء، يقف جنبك في حاجه يخلصها لك. ممكن يكون اوراق، ممكن يكون سفر، ممكن يكون شغل بتدور عليه. فعامة انا شايفة ان الشخص ده على فكرة لو يعني لو هو في شغلك او انت تعرفه يعني يعني عن طريق شغل مثلا، هو هي يعني هي باذن الله هيتم معاك كل شيء، الشخص ده هيساعدك ماشي. بص بقى انت عندك رجوع شخص من الماضي، عندك رجوع شخص من الماضي، تقبله بقى ما تقبلهوش دي راجع عليك، تقبله ما تقبلهوش دي راجع عليك والحجم المعاناة اللي هو سببها ليك يا برج العذراء. خلاص بص بقى يا برج العذراء، مش عارفة بس انت عندك ست كبيرة في السن مش كويسة، عندك ست كبيرة في السن مش كويسة، في صلة رحم ما بينك وما بينها، ولو بتعملها عشان خاطر ربنا، ولو بتعملها برضو بتعملها عشان خايف من عينيها. الست دي من الواضح ان انت عارف ومتأكد ان هي سبب في اذى عندك، هي سبب في طاقة سلبية بتكتسبها منها، من كلامها، من عينيها، من اسلوبها، من طريقتها. ممكن تكون بقى يعني حما ليك، اخت جوز، مرات اخ، مرات سلفة مع يعني برضو خلي بالكم يعني بينطبق، بس هي ست زي ما قلت لكم موجودة في حياتكم عامة، موجودة في حياتكم بترازيكم والله، وفضولية فضولية فضولية، عايزة تعرف عنك كل حاجة يا برج العذراء، عايزة تعرف انت بتعمل ايه وبتروح فين وبتيجي منين. وهي دي ست دي برضو بتعمل لك سيناريو، يعني برضو من ضمن الناس اللي بتعمل لك السيناريو وبتحطك فيه، بتحطك فيه كده وتفضل بقى ايه اللي هو ايه، انا بقى هقول بقى على مزاجي، انت مش عايز تقول ومش عايز تعرفني حاجه عنك وكاتم اسرارك كده وقافل على نفسك القفله دي، طب انا بقى هعمل لك سيناريو واجيب لك الضربه القاضيه والعين القاضيه عليك. يعني عارف انت الست دي هي دي الست دي انت عارفها، انا عارفه. فهي ست مؤذيه قوي بصراحه، وربنا يكفيك شرها وشر عينيها بصراحه. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من صحتك. ممكن الفتره دي يعني تحس بشويه تعب كده في المعده، ممكن تحس بشويه تعب في الرجل برضو، يعني في الصدر شويه،
في الظهر شويه، كلكم مش زي بعض على فكره، بس اغلبيتكم بيحسوا بصداع وبينزل على عينيكم الصداع، وده على فكره برضو اثر طاقات سلبيه والله العظيم، واثر تفكير زياده، واثر ارهاق. انت مرهق يا برج العذراء، انت محتاج ان انت ترتاح. يعني انت لو بتشتغل انت محتاج ان انت تاخد اجازه على فكره، على فكره. فانت محتاج ان انت تاخد اجازه، محتاج ان انت ترتاح، محتاج ان انت تفضي راسك شويه من التفكير الزياده. يعني خلي بالك من صحتك. في حد منكم ممكن يكون الله اعلى واعلم هيعمل عمليه، او ممكن حد عندك هيعمل عمليه يا برج العذراء، فعامه هيكون عندكم استشفاء باذن الله، او لو حد هيعمل عندك عمليه هيكون عنده استشفاء باذن الله برضو، يعني ما تقلقوش. ماشي يا حبايبي. في رزق حلو باذن الله هيجيلكم على خير يا اصحاب برج العذراء. وبص الرزق اللي جاي لك ده بالله عليك، بالله عليك حافظ عليه، وخلي بالك من مصاريفك، وما تتكلمش عن رزقك مع اي حد ايا كان مين الحد ده، حتى لو كان من دمك ومن لحمك. حافظ على اسرارك، لان رزقك لو اتكلمت عليه هيطير، ومش غير يعني هو هيطير وهيتصرف، لا مش هيخش لك تاني رزق زي اللي انا شايفاه هيدخل لك يا برج العذراء. انت داخل لك رزق حلو حلو حلو، وربنا يستر عليكم يا رب. هتقدر لو عليك دين ان انت تسده، هتقدر ان انت لو في التزامات عليك هتكون اديها باذن الله، بس في نفس الوقت عيون 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 عليك كتير، على رزقك وعلى حياتك، فلازم تحصن نفسك، ولازم ما تتكلمش على حياتك وعن فلوسك. ماشي. في ناس منكم بتسعوا ان انتم تشتروا حاجة الفترة دي، او بتسألوا او بتدوروا في السوشيال ميديا على حاجة معينة عايزين تجيبوها، عربية، بيت جديد. بتسعوا ان انتم تاخدوا كارد ممكن برضو على فكرة، لان في حاجة زي كده عند ناس منكم عايزين تعملوا حاجة، حاسين ان انتم وانتم بتشتغلوا كده ان انتم بتشتغلوا ومش بتعملوا حاجة للزمن، فعايزين تعملوا حاجة للزمن، اللي هو احنا بنشتغل عشان ناكل ونشرب وننام، او اللي هو ان احنا بنشتغل عشان خاطر بس الالتزامات اللي علينا. لا، احنا عايزين نجيب بيت، عايزين نجيب عربية، عايزين نعمل حاجة، نشتري ارض. يعني في منكم كده على فكرة، وفي منكم عندكم حاجة ممكن عايزين تبيعوها، فامور البيع والشراء عند بعض الطاقات منكم كتير على فكرة. عندك نجاح باذن الله على فكرة، في نجاح عندك، في نجاح في دراسة، ممكن تكون بتدرس حاجة معينة ونتيجتها هتطلع الفترة دي. ممكن تكون انت عامل تحاليل بإذن الله، يعني النتيجة بتاعتها تكون كويسة بإذن الله. عندك نجاح في شغلك، لان انت برضو بتجتهد، وانت بتعمل اللي عليك، وانت بتثبت نفسك وبتثبت جدارتك، وعايز توصل لحاجة معينة، وبتبذل مجهود فوق طاقتك وفوق العادة، وبص اللي هو طاحن نفسك طحن يا برج العذراء. بس خلي بالك عشان انت حواليك ناس في قلب الشغل مش كويسين، في ناس حاطه عينيها عليك، في ناس بتقلدك، في ناس منافسه ليك، في ناس عايزه تسرق مجهودك، فخلي بالك لان كمان في ناس عايزه تقطع لقمه عيشك، والله عايزين يقطعوا لقمة عيشك، وبيحاولوا بقالهم فترة، واذا كانوا بيراقبوك عشان يشوفوا هتغلط ولا مش هتغلط، عايزين يمسكوا عليك غلطة، عايزين يوقعوك، بس انت مش هتمسك حد عليك غلطة على فكرة. يعني انت ما شاء الله عليك، انت ماشي في السليم على فكرة، يعني مش عارف ان انت عندك اعداء، وعارف ان في اعداء كمان بتعمل لك مشاكل وبتسبب لك مشاكل في قلب الشغل على فكرة. فانت عارف كل ده وعارف كل اللي بيحصل على فكرة، فربنا يعينك ويقويك على فكرة. انت ربنا معاك، انا قلت لك ان ربنا معاك من اول الفنجان، قلت لك ربنا معاك. في تحضير لمناسبة اكيد عندكم، اكيد ممكن كمان يكون في عيد ميلاد يخص حد قريب منك على فكرة. هتسمع كلام هيزعلك الفترة دي، لإما يعني هتسمع كلام يزعلك ان هو اتقال عليك من واشخاص بتشوه سمعتك او بتقول عليك حاجة هي مش فيك، لإما في حد هيقول لك كلام في وشك هيزعلك، يعني عامة، يعني لإما هتزعل فيس تو فيس، لإما هيوصل لك،
يا برج العذراء. يعني ممكن يصعب عليك نفسك الفترة دي وممكن تعيط كمان، فحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. عامة خلي بالك من ولادك انت كمان يا برج العذراء، لان انت برضو عندك ولادك محتاجينك برضو ان انت تقرب منهم. انت كل حياتك ولادك يا برج العذراء، بس ده ما يمنعش ان في يعني بصي في بالذات اللي هو ظل يعني السن بتاع من 12 سنة وانت طالع كده يا برج العذراء، دول محتاجين العين تكون عليهم، العين تكون عليهم. ماشي. بصوا عايزة اقول لكم على حاجة، في منكم عندكم تغيير في الشكل يا جماعة ولا ايه؟ انتم محلويتوا على فكرة. في حاجة انتم بتعملوها جديدة، لا اما في نيو لوك في شكلكم، ممكن تكونوا صبغتوا شعركم، قصيتوا شعركم، عملتوا حاجة تجميلية، ممكن نيو لوك عاملينه جديد، في تغيير في الشكل الناس كتير منكم، او في حاجة زي كده انتم ناويين عليها، في تغيير في المظهر، في اللبس، يعني في كمان منكم عندكم تغيير في العفش او في البيت، وفي منكم على فكرة عندكم نقلة من عتبة لعتبة ان شاء الله على خير بتفكروا فيها، او بالفعل انتم رحتوها كمان، بس يعني ممكن تكونوا بتظبطوها مثلا الفترة دي. على العموم ربنا يكفيكم شر المستخبي. والله يا برج العذراء رغم المشاكل اللي عندك ورغم الخلافات ورغم الاشخاص اللي حواليك اللي تعبينك ورغم الناس اللي عماله تحاربك ورغم الناس اللي بتيجي عليك ورغم الناس اللي بص بتاكل معاك عيش وملح وبتخونك وبتغدر بيك وبتيجي عليك ورغم الخونه كلهم اللي ظهروا على حقيقتهم ليك، بس انا شايفاك يا برج العذراء يعني انت يعني بتحاول ان انت تعمل لنفسك استقرار. والله العظيم والله العظيم رغم كل ده والله بتحاول تعمل لنفسك استقرار، وانت نفسك في الاستقرار، نفسك تعيش حياة كويسة، حياة هادية، الناس تسيبك في حالك، يبعدوا عنك، يبطلوا مشاكل، يبطلوا حوارات، يبطلوا كل اللي بيعملوه، ياخدوا اللي ياخدوه ويغوروا في داهية. انت نفسك بس الناس تسيبك في حالك. والله العظيم عندك لما هتكون مبسوط في اللمة دي بس مش قوي، يعني لمة عائلية او لمة صحاب، او ممكن هتتعزم على حاجة، يعني حاجة زي كده، بس انت يعني مش هتكون مبسوط قوي. بص يا برج العذراء بالنسبة للمتجوزين، بصوا هو المتجوزين منكم انتم عندكم اكتشاف لخيانة، اكتشفتوا، انا بكلم هنا اللي اكتشفوا خيانة. ماشي. عندكم اكتشاف خيانة وشايفاكم رغم اكتشاف الخيانة ورغم ان في طرف ثالث، انت يا برج العذراء شايفاك بتدافع عن بيتك الحمد لله. جه عليك وقت من الاوقات يعني خلاص، يعني قلت ان انا عايزه اتطلق وقلت ان انا عايزه انفصل وقلت ان انا ابعد عن الشخص ده وخلاص كده هو جاب اخرها، بس يعني بتبص لولادك برضو، مش عايز ولادك يتبهدلوا، فانت قررت ان انت لو هتكمل مع الشخص ده هتكمل عشان خاطر ولادك، بس هتكمل وانت مظلوم. يعني انا برضو شايفة ناس كتير منكم بصراحة مظاليم من اصحاب برج العذراء ومضغوطين وحقكم متاخد منكم بكل شيء، يعني بكل شيء، حتى الشخص اللي معاكم ولا اي تقدير من اي نوع، حتى في المعاملة مش مقدر حتى ان انتم شايلين المسؤولية، مش مقدر ان انتم بتضحوا، مش مقدر ان انتم بتحلوا المشاكل معاه، مش مقدر وقفتكم جنبه. يعني بصوا انتم ما يعلم بكم الا ربنا والله العظيم. ده اكتشاف لبعض الطاقات منكم متجوزين. بعض المتجوزين عايزه اقول لكم ان النفور اللي حصل فجأة عندكم والمشاكل اللي حصلت فجأة عندكم سببها طاقة سحر، محتاجين ان انتم تكشفوا، لان انتم لو ما كشفتوش وعملتوا استشفاء ايه اللي هيحصل لنا طبيعي مميزن؟ ابدا. اللي هيحصل لكم بس ان انتم هتكونوا في طول الوقت في مشاحنات، في مشاكل، في خلافات، في نفور، هيؤدي ذلك لايه؟ ان الشريك هيشوف حد غيرك بقى عشان هو خلاص انت بقيت وحش، وهيؤدي، ما هي السحر بيعمل كده، السحر بيعمل كده عشان يوصلك لايه؟ يوصل الشخص للخيانه، يوصل خلاص لخراب البيت. ماشي. فاحنا محتاجين ان احنا نكشف على نفسينا. ماشي حبايبي. بصوا بقى عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه للمنفصلين، عايزين ترجعوا على فكره،
عايزين ترجعوا، بتفكروا في الشخص ده طول الوقت اللي انتم انفصلتوا عنه على فكرة. بس يعني انت يا برج العذراء عايز ترجع للشخص ده، بس عايز الشخص ده هو اللي ياخد الخطوة ناحيتك، والشخص ده عايز انت اللي تاخد الخطوة ناحيته. طيب على العموم، على العموم انت بتقول ان الشخص ده هو اللي ما استحملكش وبعد عنك من الواضح كده، او هو اللي خانك بقى، او ما انا مش عارفه بالظبط ايه سبب الانفصال، لان كلكم مش زي بعض. في عندكم منفصلين بسبب اطراف ثالثه الاهل، وفي عندكم منفصلين بسبب طرف ثالث، وفي عندكم منفصلين بسبب الشخص نفسه وقله ادبه وصفاته وطباعه المنيله ب60 نيله. فكلكم مش زي بعض، يعني كان معاكم شخص نرجسي بمعنى اصح، ماشي، وشخص مش بيعترف بغلطه، وشخص يعني بص هو انا ومفيش زي انا، يعني شايف نفسه قوي ومغرور قوي ومتكبر قوي وعارف ان هو ظلمك، وعادي وعادي، هو انا شايف نفسي ان انا صح. انت تشوفي نفسك، تشوفي بقى اللي تشوفيه دي بتاعتك انت، اعملي الصوره اللي انت عايزاها في دماغك، لان انا شايف ايه، انا شايف ان انا صح، وانا شخص سليم 100%. فعلى العموم الشخص ده يعني عايزك انت اللي تاخد الخطوه ليه على فكره. فعلى العموم انا شايفه على العموم في كلام ممكن يكون كمان بيحصل ما بينك وما بين الشخص ده، يعني بعض المنفصلين بالذات اللي فيه اولاد عندكم على فكره في كلام ما بينكم وبين الشخص ده. ممكن مع الوقت كده يكون عندكم رجوع باذن الله، في رجوع اكيد، في بعض الطاقات منكم عندكم رجوع ان شاء الله، اموركم هتكون بخير، بس خلي بالكم من نفسيكم. عايزه اقول لكم على حاجه يعني بالنسبه لاصحاب برج العذراء كمان، الرجاله خلي بالك عشان انت معاك طرف تالت بيلعب بيك بمختصر المفيد، ماشي، بيستغلك بقى، بيلعب بيك، انت حر في نفسك. اصحاب برج العذراء يا رب اكون كفيت ووفيت معاكم انتم كمان.